ركز معايا في كل جزئيه. الجزئيات دي كلها جت في كتاب المعاصر المراجعه النهائيه، وجت في امتحانات كتب كتير. خلاص، عندنا يعني مثلا لو احنا هنتكلم على يونت 1، يونت 1 بتتكلم على كذا زمن. اول حاجه زمن الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل، الماضي البسيط. طبعا كلنا عارفين ان الماضي البسيط ده عباره عن حدث خلاص كده معايا انتهى وخلص خلاص ماشي. حدث انتهى وهو عباره زي ما انا كده بنقول على طول ان هو عباره عن كلمه واحده، يعني ما تكترش، كلمه واحده اخرها اي دي، او طبعا تصريف تاني زي ما احنا بنقول، او تصريف تاني. خلاص، النفي فيه او السؤال والنفي طبعا بنسأل فيه did، ودid من شروطها ان بيجي وراها المصدر. خلاص، والنفي بيبقى didn't. طبعا كل الحاجات ديت معروفه. انا كل اللي يهمني ان انا عايزاك بس تاكد على ان الماضي البسيط هو حدث خلاص انتهى وخلص ماشي كده معايا، واهم الكلمات الداله عليه. والكلمات الداله عليه اللي هي الكي ووردز. الكلمات الداله عليه احنا عارفين الكلام اللي هو القديم خالص اللي هو كلمه yesterday واجو، خلاص كده معايا، lost. وطبعا when I was young لما كنت صغير when I was young. طيب، لو في امتحان وثالثه ثانوي طبعا ما تتوقعش ان هو يجيب لك اي كلمه من الكلمات السهله دي. اهم الكلمات الداله على الماضي البسيط، ودي هامه جدا. خلاص، اول حاجه لما الاقي كلمه I suppose، كلمه it's a high time، it's a high time. لما الاقي كلمه I wish وكلمه I rather. ركز بقى في الشويه دولت قوي عشان دول مهمين جدا. يمكن اهم حته دلوقتي في الماضي البسيط اللي عايزاك تحفظها لي. الماضي البسيط حدث خلاص خلص ماشي كده معايا. طيب، الكلمات الدالة عليه قالك اما الاقي كلمة I suppose it's a high time I wish I would rather. دول كلهم كده لو جه وراهم فاعل subject، لو جه وراهم فاعل قالك لازم يجي بعدهم ماضي. طيب، يا اما بقى ماضي بسيط خلاص كده معايا، او ماضي تام اللي هو الباست بيرفكت، الماضي التام اللي هو بيتكون من ايه يا شباب؟ ها، من هذه والتصريف تات للفعل. يعني معنى كده ان احنا لازم نحول زمن الجملة معاهم زمن الجملة إلى الماضي. يعني أنت بتمسك معاهم كده بتحول زمن الجملة للماضي. يعني مثلا لو جبنا جملة كده وقال لك مثلا I wish I نقط now، وجي قال لك play، وجه قال لي played، وقال لي مثلا وليكن had played وليكن. انا عندي اي وش اهو. احنا اتفقنا لما الاقي اي وش وبعدها سبجكت فاعل وبعدها فاعل لازم ان انا اجيب الماضي من الزمن اللي عندي، احول زمن الجمله للامضى. هنا زمن الجمله ناو مضارع، طالما المضارع يبقى احول المضارع الى ماضي بسيط يبقى بلايد. طيب، لو جمله تانية وقلت لك زيها كده بالظبط اي وش اي مثلا نقط yesterday، ويجي يقول لك بلايد ولا had played. طالما الكلام yesterday وعندي I wish يبقى اختار الأمضى منها لو had played. يبقى هنقول الحتة الأولى دي تاني يا شباب. الماضي البسيط حدث انتهى، أهم كلمات دل عليه كلمة I suppose it's a high time I wish I'd rather. لو جه بعدهم فاعل لازم نجيب ماضي بسيط أو ماضي تام، يعني امسك الجملة حولها إلى الأمضى. فهنا I wish وكان معاها now وجبنا played، خلاص كده معايا I wish ووراها وفي yesterday جبنا had played اللي هو الماضي التام. يبقى دولت لو جه وراهم فاعل نجيب ماضي. طب افرض ما جاش بعدهم فاعل، ودي مهمه برضو قوي وركز فيها. تعالى كده نشوف تاني حاجه. قال لك لو احنا لقينا بقى، بصوا كلمه I suppose اللي خدناها من شويه، وكلمه it's high time it's high time، وكلمه I wish، وكلمه I'd rather. قال لك دول كده الثلاثه دول بدون فاعل يجي بعدهم طول مصدر. يعني مثلا اقول لك ايه I wish to play wish واجيب وراهم طول مصدر على طول. طيب ديت قال لك لا، دي بيجي وراها الفعل في المصدر بدون تو، مصدر مباشرة. يعني مثلا جملتين جنين هم. مثلا لو قلنا I wish to play، ادي وش اهيت مفيش بعدها فعل، جبنا تو المصدر. وفي كمان لو قلت I'd rather واجيب وراها على طول اللي هو بلاي. خلاص كده معايا. في حاجة برضو مهمة خالص، ان كلمة I wish ده يا عيال I wish بتساوي كلمة if only. خلاص،
ودي اهم حاجه مطلوب منكم تعرفوها في الماضي البسيط. حدث انتهى خلاص والكلمات الدالة عليه لو جه بعدها فاعل هنجيب ماضي او ماضي تام على حسب، نحول الكلام للامضى. ما جاش فاعل بعدهم يبقى تو المصدر او اي would rather مصدر. في جمله مهمه قوي عيال كتير بتغلط فيها زي الجمله ديت لما يقول لك ايه I not in مثلا وليكن طنطا for 10 years now مثلا I live in Cairo. حلو، وقام قايل لك ايه lived وجاب لي has lived. ناس كتير قوي قوي ساعة ما بيقول لك، ساعة ما يشوف فور ومدة زمنية يقول لك ان فور ومدة زمنية ده مضارع تام. طبعا غلط. فور ومدة زمنية ماشي انا عارفة ان هي مضارع تام اللي هو البريزنت بيرفكت المفروض ناخد has lived هاف بقى معلش هاف lived خلاص كده معايا. بس انا هنا بقول ايه، انا عشت في طنطا لمده 10 سنين وخلاص الحدث انتهى، عشت وخلصت ودلوقتي انا شغال في القاهره. زي ما اقول لك انا اشتغلت في المبنى ده لمده 10 سنين ودلوقتي شغال في مبنى اكبر، يبقى هو خلص الحدث انتهى، يبقى ناخد lived وليس هاف lived. خلاص كده معايا. ودي اول حاجه مهمه جدا على الماضي البسيط المفروض ان انتوا تعرفوها. ندخل على تاني حاجه عندنا اللي هو زمن الماضي المستمر، اللي هو عندي الباست كونتينيوس الماضي المستمر. الماضي المستمر اللي هو الباست كونتينيوس بيتكون من ووز وير والفيرب فيه اي ان جي، وطبعا لازم يحدد زمن في الماضي، لازم يكون محدد لي زمن في الماضي، اي وقت في الماضي يكون محددهولي. خلاص كده معايا ماشي. واهم قاعده بتيجي معاها اللي هي قاعده وايل، واتفقنا ان وايل بتساوي از، بتساوي كلمه جاست as، بتساوي كلمة just as. يبقى أنا عندي تاني يا شباب الماضي المستمر اللي هو الباست كونتينيوس بيكون was where ing، أهم كلمة دل عليه while و as و just as اللي هي معناها أثناء أو عندما أو خلال. بس as دي بقى لها معنى تاني مهم قوي، معناها بسبب، بتيجي كتير خالص. ماشي كده معايا. طيب تعالى بقى نشوف قاعدة while دي مهمة خالص، بيجي عليها أسئلة كتير خالص. بص يا سيدي while أنا عندي while اهيت، قال لك إن while المفروض طبعا بيجي وراها ماضي مستمر اللي هو was او were واي ان جي، والناحيه التانيه نفس الحوار was were واي ان جي. ده لو الحدثين مستمرين مفيش حد قطع التاني. ازاي يعني مثلا؟ وطبعا هنا لازم يكون في فاعل subject طبعا. يعني مثلا اقول لك ايه وليكن while I was playing، لما انا كنت ايه كنت بلعب مش عارف مام وليكن امي was cooking، امي كانت بتطبخ. الاتنين دلوقتي الحدثين مالهم مستمرين، ده شغال بيلعب وهي شغاله بتطبخ، يبقى الحدثين ما قطعوش بعض. يبقى انت تترجم الجمله لو لقينا الحدثين مستمرين نجيب ماضي مستمر وماضي مستمر. طيب القاعده الثانيه الوايل، خلاص كده معايا. القاعده الثانيه انه وايل نفس الحوار في كل الاحوال، وايل يجي بعدها فاعل، حلو كده معايا. وبرده نفس الحوار لازم يجي بعدها يلزق بعدها على طول ماضي مستمر اللي هو was were ing، والناحيه الثانيه ماضي بسيط اللي احنا شرحناه من شويه لو كان عباره عن كلمه واحده كده، ميزه ان هي كلمه واحده. خلاص. طيب لو امتى نجيب القاعده دي؟ قال لك لو حدث قطع الثاني او وقف الثاني، حدث يوقفك وانت بتعمل. يعني مثلا يا سيدي لما نقول ايه while I was eating، لما انا كنت باكل، مثلا اقول الفون رانج، التليفون حصل له رن، يبقى انا كنت باكل والتليفون رن، يبقى حدث قطع التاني. اهم قاعده لوايل هي اللي جايه دي، وده هي اللي تاكد عليه. اللي هكتب عندها همه دي هي اللي تبقى تذاكرها وتاكد عليها شويه. انا عندي وايل اهي، قال لك ويجي بعدها نقط مباشره. قال لك طالما هيجي وراها نقط مباشره هنجيب الفيرب فيه اي ان جي لو الكلام مبني للمعلومه، نجيب بعدها بينج والتصريف التالت للفعل لو الكلام باسيف، خلاص لو الكلام مبني للمجهول. طب يا الله احنا منين نعرف ان واي بيجي وراه ان جي او بينج؟ ساعات الاثنين بتيجي تحل تلاقيهم في الاختيارات. هعرف منين الجمله مبنيه للمعلومه ولا المجهول؟ قال لك بنعرف من فاعل الجمله الثانيه، الجمله الثانيه. شوف الجمله الثانيه بدا بايه. يعني بص يا سيدي انا هقول لك مثلا اول جمله اهي، اقول لك وايل نقط مثلا ده بيبي مثلا الدكتور loved اللي هي ضحك. خلاص.
المهم تعالى كده يقول examining او checking. طبعا الفعل تشيك معناه يفحص، خلاص، ولا being checked. بص يا سيدي، اثناء نقط الطفل الدكتور ضحك. حلو كده معايا؟ انا عندي وايل اهي جاي فيها تشيكينج، يعني جاي وراها الفيرب فيه اي ان جي، وفي نفس الوقت جاي وراها بينج. طب انا اختار ايه؟ شوف الجمله الثانيه بدا بايه. الجمله الثانيه بدا بكلمه ذا دكتور، يبقى تقوم ناقل كلمه ذا دكتور دي جايبها هنا كأن هي اللي ورا وايل. يبقى اثناء ما الدكتور، يبقى مين اللي بيفحص؟ ده الدكتور، يبقى الدكتور هو اللي بيفحص، يبقى الكلام مبني للمعلوم، يبقى نجيب تشيكينج الفيرب فيه ايه يا شباب؟ ها، اي ان جي. طيب لو جمله ثانيه وقلت لك ايه يا باشا؟ وايل نفس الجمله نقط مثلا وليكن ذا بيبي cried او اي حاجه، ويجي يقول لك تشيكينج ولا بقى هنا being checked؟ انتوا اللي تقولوا. ها، احنا اتفقنا من فاعل الجمله الهين ها الثانيه. تعالى نمسك فاعل الجمله الثانيه، جمله بادئه بذا بيبي، هات ذا بيبي حطه جنب وايل. طيب اثناء الطفل بيفحص، هو الطفل هو اللي بيفحص نفسه؟ لا طبعا مش بيفحص نفسه، والكلام بس يبقى هو البينج ايه؟ بينج تشيكد. مهمه جدا دي. خلاص يا شباب، يبقى اهم حته عايزاك تاكد عليها اللي هي دي، ان وايل بيجي وراها اي ان جي على طول لو الكلام مبني للمعلوم، بينج والتصريف الثالث لو الكلام ماله يا شباب؟ ها، مبني للمجهول. طيب عندي كمان يا شباب مع وايل قاعدة اون وقاعدة وين. بص بقى وركز فيهم قوي. انا عندي اون اهي معناها عند، ودي بتدل على السرعة، يعني عادة بناخدها شوية. خلاص، اون بتساوي وين، بس لو جات لك اون وين مع بعض ركز بقى، يعني احنا غالبا بنختار اون كتير. اون وين الاثنين بيدلهم على الايه؟ على السرعة. الاثنين بيجي وراهم الفيرب فيه اي ان جي، بس لو الجملة الثانية جت مضارع ركز بقى، يبقى اون وين الاثنين بيجوا وراهم اي ان جي، ولو الجمله الثانيه مضارع. طب اون لوحدها تيجي فقط ووراها اي ان جي، بس لو الجمله الثانيه ايه؟ ماضي. ازاي يعني؟ يعني بص يا سيدي، انا لو انا عملت لك ايه؟ اون مثلا وليكن ها اون اي حاجه، اون بلاينج اثناء الايه؟ او عند اللعب يعني. اي هيرد نويز. خلاص، ادي اون جبت وراها ها اي ان جي، وهنا الكلام ماله؟ ماضي. يبقى اون الوحيده اللي تنفع هنا، ما تنفعش وين. طيب تعالى بقى لو مثلا قلت لك يا عم اون او وين الاثنين، وين مثلا وليكن بلاينج اي سي مثلا علي، شفت علي وانا بلعب، شفت علي. الجمله الثانيه فيها ايه؟ الكلام مضارع، وطالما الكلام مضارع يبقى ينفع نجيب اون ووين. خلاص، عندنا طبعا during اللي هي اثناء او خلال، اثناء او خلال، ودي غالبا يا جماعه بيجي وراها النون الاسم. اقول لك during the film، خلاص اثناء الفيلم. during the holiday اثناء الاجازه. خلاص during our village، during our voyage اللي هي الرحله البحريه. during مثلا our stay اثناء اقامتنا. يبقى during دايما بيجي وراها النون. ساعه ما اشوف اسم يبقى على طول هريح نفسي واجيب الاسم اللي هو هجيب على طول بعده قبله كلمه during. ماشي كده معايا؟ طيب عندنا برضو حاجة مهمة قوي على قاعدة during. بص يا شباب، في حاجة مهمة جدا عايزين نقولها، مهم الجمل الجاية دي هامة جدا كده، وأكد عليها شوية لما تيجي تذاكر. ايه يا عم الجملة الهامة اللي احنا عايزين نقولها؟ الجملة دي بتيجي كتير جدا في الامتحانات كتير. while I not at home مثلا وليكن I slept I watched the film، أي حاجة. بص يا شباب، في جملة مهمة خالص وبتيجي كتير جدا في الامتحانات اللي هي الجملة دي while I not at home I slept، ويقوم يقول لك يا عسل تعالى بقى يقول لك was ولا was being. ناس كتير قوي وشباب كتير قوي ساعة ما يشوفوا كلمة while وراها اي يقول لك انت قلت ان while وراها فاعل لازم نجيب وراها was where اي نجي. غلط. هنا being دي عود نفسك ان بي وبينج وبين دايما بتيجي في المبني للمجهول. لا، اما انا هنا انا اللي كنت في البيت، يبقى في الحالة ده اقول while I was او while you were، يبقى while I was at home لما انا كنت في البيت انا نمت. والجملة دي اكد عليها خالص، ما ينفعش اجيب بينج خالص والجمله بادئه باي، ما ينفعش تاني نجيب بينج والجمله بادئه باي. يبقى while I was at home لما انا كنت في البيت I slept. جمله برضو كمان يجي يقول لك ايه while
مثلا وليكن ايه food نقط dad came ابويا جه مثلا، ويجي يقول لك لما الطعام ايه بابا جه، يجي يقول لك cooking او خليها was cooking ولا was being cooked. انا دلوقتي اثناء ما الطعام هل الطعام هو اللي هيطبخ نفسه؟ احنا عارفين ان وايل بيجي وراه was where ing طالما فيه فاعل. طيب الطعام مش هيطبخ نفسه يبقى was being ايه was being cooked. يبقى احنا تاني هنقول اللي خدناه في الصفحه دي تاني يا شباب، ان انا عندي on و when الاثنين بيدل على السرعه، بس اكتر هي on. يعني احنا لو جالنا on و when الاثنين في الاختيارات تركز قوي، on كتير جدا بنختارها، الاثنين بيجوا وراهم ing والناحيه الثانيه لازم تكون مضارع خلاص. لكن on تيجي لوحدها فقط وراها ing لو الجمله الثانيه ماضي. خلاص كده يا شباب، يبقى on playing وانا بلعب I heard on اهي وراها ing وهنا heard ماضي يبقى اجيب on فقط. طب امتى اجيب on وين؟ جبت on وين اثناء مثلا لعب او وانا بلعب I see يبقى هنا الكلام مضارع. اتفقنا ان during بيجي وراها الاسم، while لما يجي وراها الجمله دي مهمه خالص، قلنا انها بتيجي كتير جدا في الامتحانات. ان انا هنا مثلا يقول لك while I العيال يقولوا طب while بيجي وراها was ورا ing نختار دي غلط. while I was بس was فقط عندها 100 مره while I was at home I slept. طيب هو ايه الفود اثناء ما الطعام، هل الطعام هيطبخ نفسه يا جدعان؟ حد هيطبخ يبقى was being cooked. في حاجه مهمه قوي برضو مع while يا شباب، ان هي لو انت وانت بتحل لو لقيت مثلا الجمله بادئه نقط كده ويقول لك on مثلا holiday، خلاص كده معايا on او in مش عارف كذا، المهم انت لقيت on او ان، طالما on او ان الوحيده اللي يجي وراها on او ان هي while، فاهم كده معايا؟ يبقى دي اللي بيجي وراها، يبقى while تاني بيجي وراها on او in. ماشي. طيب نيجي بقى للجزئيه اللي بعد كده اللي هو المضارع التام. طبعا هنقول برضو الحاجات المهمه فيها. بصوا 3/4 ما بيعرفش يميز ما بين المضارع التام والماضي التام. انا هقول كده ملحوظه مهمه جدا، زي ما احنا نقول للعيال كده، الجمله لما تكون مضارع المضارع يحب المضارع، يعني لازم يجي الناحيه الثانيه مضارع تام. حلو. يبقى تاني المضارع لازم طالما الجمله بتاعتك مضارع يبقى انت لازم تختار مضارع تام اللي هو الباست اللي هو البريزنت بيرفكت بيتكون من هاز وهاف والتصريف الثالث. طب لو الجمله ماضي، قال لك لو الجمله ماضي الماضي نجيب الناحيه الثانيه ماضي تام اللي هو هاد والتصريف الثالث، يعني مش اختراع، يعني مضارع اجيب مضارع، ماضي اجيب ماضي. وكمان هقول لك على حاجه، ان الماضي التام ده بيبقى فيه تسلسل زمني. يعني ايه قبل التسلسل الزمني؟ يعني مثلا بيبقوا جملتين بيبقوا اكتر، اما المضارع التام غالبا بتبقى جمله ايه؟ جمله واحده. فانت لما تلاقي جمله واحده على طول خد هاز وهاف. يعني بص يا سيدي لما اقول لك ايه I نقط him before، ويجي يقول لك تعالى يا عسل حل، hadn't seen ولا haven't seen؟ واحد يقول لي ايه طيب انت دلوقتي قلت لو جمله مضارع نختار مضارع تام، لو جمله ماضي نجيب ماضي تام، ده دي لا انا شايف لها مضارع ولا شايفها ماضي، بس هي كم جمله؟ جمله واحده، ما فيش تسلسل زمني، ما فيش حاجه مثلا انا عملتها الاول وعملت حاجه بعدها الثاني، جمله واحده. طالما جمله واحده اهي جمله واحده هات مضارع تام، يبقى تبقى I haven't seen him before انا ما شفتوش من قبل. فاهمين يا شباب؟ يبقى المضارع التام تاني الجمله تكون مضارع نجيب مضارع تام، الجمله تكون ماضي نجيب ماضي تام، ولما تيجي جمله واحده يعني ما فيش تسلسل زمني ناخد المضارع التام. طيب المضارع التام اهم الكلمات الداله عليه مهمه خالص اللي هي كلمه فور. خلاص. طيب اول حاجه نقول المضارع التام ده بيعبر عن ايه؟ حدث، يا اما حدث لسه شغال او حدث انتهى بس ليه اثر معايا في الجمله، اهو حدث انتهى وليه وله اثر في الجمله لسه شغال يعني، او كده. اول كلمه دل عليه فور، طبعا فور بيجي وراها عدد، يعني مثلا اقول لك فور 3 days فور 5 years. المهم احنا عايزين بس الحاجات المهمه اللي بتيجي مع فور. اهم حاجه بتيجي مع فور قال لك فور بيجي بعدها كلمه ذا لاست، for over ever، خلاص couple. طيب ايه تاني؟ اهم 2 دول اللي تأكد عليهم وتريح نفسك في الليلة دي كلها. for اجيب وراها how long، وكمان بيجي معاها حاجة اسمها as long as I can remember مثلا، تحفظ التعبير ده زي اسمك صم. يبقى انا for انا اللي يهمني for how long وfor as long as وfor ages لمدة أعمار أو أزمان. خلاص يبقى ده تاني كلمات الدالة على المضارع التام. أول حاجة for بيجي وراها عدد for the last how long as
as long as أو كلمة ages. طب تعالى نيجي لتاني كلمة دل على المضارع التام وبرضو نقولها التانية اللي هي since. رقم 2 since. بص يا سيدي since معناها منذ، هيجي وراها الاسم النون. حلو، يعني مثلا اقول لك ايه since his childhood اللي هي منذ ايه؟ منذ طفولته. since graduation منذ التخرج، فاهم؟ يعني مثلا اقول لك ما شفتوش منذ التخرج، منذ مش عارف الطفوله، منذ the last meeting. يبقى since لازم يجي بعدها اسم، يعني انت لما تلاقي اسم على طول ادخل خد since وانت مغمض عينيك، ماشي؟ دي اهم حاجه. طب تاني حاجه في since بيجي وراها when، مهمة خالص دي، برضو دي مهمة جدا. يعني يوم ما يسأل في سنس وين، اصل انت يعني طالب ثالثه ثانوي مش هيروح يقول لك هي فور بيجي ورا ايه وسنس بيجي ورا ايه. هيجي لك الحته اللي انا قلتها ان لو جمله واحده خد مضارع تام، لو جملتين خد ماضي تام، ويجيب لك الحاجات المهمه دي ان سنس وراها الاسم وراها وين. كمان بيجي معاها كلمه yesterday since yesterday، زين فترات اليوم، حاجات كتير جدا. سنس كلمه لاست فقط ويجي وراها مده زمنيه. خلاص، يبقى انا عندي 3 اسئله كده مهمين خالص بيجوا. ايه هم؟ اول حاجه يعمل لك نقط كده ويقول لك هاو لونج، وبص بعد هاو لونج هكتب ايه؟ هاف يو بين مش عارف كذا. هاف يو بين يعني ان هم مضارع تام. حلو، هاف يو بين لندن ان كايرو اي حاجه، ويجي يقول لك فور يا باشا، ويجي يقول لك سينس، ويجي يقول لك اجو. ادي اول جمله بتيجي كتير. الجمله الثانيه يقول لك when have you traveled مثلا، وبرضه يجي يقول لك for، يجي يقول لك since، يجي يقول لك ago، ويقول لك حل. الجمله اللي بعدها ودي حلوه قوي، يجي يقول لك how long نقط did you play، ويقول لك نفس الاختيارات for وsince واجو. تعالى بقى حل انت يا باشا، سهله خالص. انا الجمله الاولى الابله قالت لي من شويه ان انا عندي هاو لونج، يبقى على طول هاو لونج بيجي قبلها فور هاو لونج وبعدها مضارع تام. الجمله الثانيه عندي وين تاخد سينس. هاو لونج هنا في ايه؟ ديد يعني الكلام ماضي، واحنا لسه قايلين الكلمات الداله على الماضي يسترداي واجو لاست، يبقى هاو لونج اجو. حلو، حاجه مهمه قوي مع سينس عشان نبقى خلصناها على بعضها، ان سينس بتربط في النص ما بين جملتين يا شباب. سينس يجي قبلها هاز أو have والتصريف الثالث للفعل، والناحية التانية ماضي بسيط اللي هو كلمة واحدة اللي احنا قلنا عليه. يا إما since لها قاعدة كمان، إيه هي يا عم؟ قال لك إيه؟ يجي قبلها it's ومدة زمنية، اتس ومده زمنيه، وبعدين برضو ماضي بسيط. يبقى اتس لها قاعدتين 2، ان لازم يجي اهم حاجه بعد سنس، بعد سنس لازم يجي ماضي بسيط. حتى لو ضحك عليك وراح حط لك سنس في اول الجمله خالص، يعني بدا الجمله بسنس، يجيب ورا سنس ماضي بسيط. يبقى من شروط سنس يا شباب ان لازم يجي بعدها ماضي بسيط. خلاص كده معايا، سواء جت في اول جمله في نص الجمله يحطها لي في اي حته، اجيب ورا ماضي بسيط، وقبلها يجي هاز وهاف وتصريف تالت للفعل. طيب احنا كنا قلنا من شويه ان ده اهي از، قلنا اللي هي بتساوي وايل، كانت تيجي معناها اثناء، او بصوا بقى از وسنس ورايح نفسي كده ها، وبيكوز كلهم معناهم لان او بسبب، لان او بسبب. يبقى ساعه ما اشوف عندي دلوقتي خدنا از من شويه كان معناها بسبب، سنس معناها بسبب، وبيكوز معناها بسبب. ادي سنس. تعال ندخل على اللي بعد سنس على طول. ها عندي يمكن فور وسنس هم الأطول يعني، والباقي سهل يعني مش صعب ولا حاجة. عندي يا سيدي يت دي اللي هي حتى الآن اتفقنا لها مكانين. آخر الجملة المنفية، طبعا الجملة لازم تكون منفية عشان تجيب يت، خلاص. ومش شرط آخر الجملة، ساعات أقول لك إيه I haven't yet finished، أو ساعات أحطها لك في النص يعني ما مش لاقية غيرها. المهم لو مش لاقية غيرها في الاختيارات هاخدها. المهم يت لها مكانين، آخر الجملة المنفية وآخر السؤال العادي. هفهمكم عن ايه السؤال العادي دلوقتي، يعني سؤال ما فيهوش اي دهشه. طيب احنا عندنا حاجه اسمها just already الاثنين دولت معناهم حالا او توا. حالا توا بالفعل، الاثنين بيجي قبلهم هاز وهاف وبعدين تصريف تالت للفعل. حلو، امال اوريدي دي بقى بتيجي فين تاني؟ قالت لك اوريدي دي انا ليا حاله خاصه كده لوحدي زي يت، باجي يا عم الحاج في اخر السؤال. لا، قال لها طب ما يت بتيجي في اخر السؤال واوريدي بتيجي في اخر السؤال، بس ده السؤال العادي. اما ده السؤال الذي يعبر عن الدهشه، اي جمله فيها دهشه او بتعبر عن الدهشه خد اوريدي. ازاي؟ يعني مثلا ما اقول لك جمله سهله خالص او جملتين 2، هقول لك كده have you finished، هل انت خلصت؟ واسكت على كده. اقوم قايله لك يت، هل انت خلصت؟
واسكت. طب امال لو انا قلت لك بقى يا باشا خلاص كده معايا have you finished ونقط كده، واقوم قايله لك ايه ده you are so quick you are so quick او fast. ايه ده انت سريع، انت يا راجل بالعجل خلصت. طالما الموضوع ويقول لك ساعات يقول لك oh I can't believe it، اي جمله فيها دهشه يبقى اخبط في الاخر كلمه ايه يا شباب؟ ها already. ماشي ادي كده yet و just already. عندك ever، وايفر دي مهمه خالص، معناها من قبل. ايفر بتيجي في نص السؤال، نص السؤال، ولازم نص السؤال بقى علشان ايه؟ ساعات كده بيقول لك الواد ده صغير نضحك عليه، ويوم يقول لك ايه؟ بص بقى have you ever gone to ولا been to؟ لا هي يا باشا اسمها been to. مثلا لندن بيفور، هل انت روح، كلمه بين تو معناها يذهب الى، فاهم؟ يعني هل انت من قبل رحت كذا؟ يبقى انا ايفر بتيجي في نص الايه؟ ها السؤال، لها مكان في نص السؤال. طيب بتيجي فين تاني ايفر؟ قال لك ايفر بتيجي في الجزء الثاني من الجمله التفضيليه، او الجزء الاخير من الجمله التفضيليه، من الجمله التفضيليه. ايه هي ابله الجمله التفضيليه دي؟ انا مش فاهمها يا عم. لما تكون بتفضل حاجه عن حاجه، مثلا اقول لك ده احلى كتاب انا شفته، ده احلى فيلم انا شفته، ده افضل ولد مثلا، اذكى ولد انا شفته، فاهم يعني؟ فهي صيغه كده على بعضها. مثلا اقول لك ايه this is the best او the most amazing فيلم، والله ده احلى فيلم. مالك يا عم؟ I have ever seen I have ever seen. يبقى جت فين؟ ها في الشق الثاني. تالت حاجة بتيجي مع الأعداد. يعني مثلا إيه الأعداد؟ يعني مثلا أقول لك this is the first time، مثلا this the first time دي أول مرة. I have ever traveled I have ever traveled وهكذا. فهمتوها؟ يبقى تاني ever بتيجي في نص السؤال، تيجي في الجزء الأخير من الجملة التفضيلية، وكمان تيجي مع الأعداد. بقينا never، ونيفر سهلة، ونبقى خلصنا يعتبر. يعني هي الوحده الاولى تعتبر اطول وحده في الجرامر يعتبر الحقيقه. طيب وعندي بعد كده قلنا احنا نيفر دي عكس ايفر، معناها ابدا. خلاص كده معايا؟ يبقى انا هقول لك مثلا يا عم، اقول لك بتيجي في الجزء الاول من الجمله التفضيليه بقى، من اي جمله. I have never مثلا seen him، انا ما شفتوش seen him. خلاص. وفي كلمات كتير دل على المضارع التام يا جدعان، وما تنسوهمش كلمة so far. خلاص كده معايا؟ كلمة recently، كلمة lately. خلاص كده معايا؟ كلمة over the years. مهمين أوي الكلمات دي تعرفوها، عشان هو يوم ما يجيب مش هيجيب لك اللي انت عارفه، هيجيب لك حاجات قديمة شوية. يعني so far recently lately over the years. خلاص. كلمة before لو جت في آخر الجملة ماشي، دي بقية الكلمات الدالة على المضارع التام. طبعا عندنا has been to معناها ذهب وايه؟ ها ذهب ورجع، زي ما انا كده بنقول الايه الاولى راحت، الايه الثانيه جت. طب has gone to، ها ذهب ولم ايه؟ ذهب ولم يعد. طب ما انا في حاجه اسمها ابله has been in معناها مكث فيه، خلاص قعد في حته يعني. طيب احنا كده خلصنا يعتبر يونت 1، قفلناها. بس في لسه في معلش حاجه اسمها زمن المضارع التام المستمر. بص بقى، اهم حاجه المضارع التام المستمر ده قالك بيتكون من هاز وهاف، وراها بين، والفيرب فيه ing. طيب ايه اللي عايزاك تعرفه في الليله دي؟ ان المضارع التام المستمر بيدل على حدث مستمر معايا، يعني حاجه لسه مستمره. مثلا اقول لك ايه I have been waiting for them، انا مستنياهم. خلاص. for long and they مثلا ايه they don't come او they didn't come، اي حاجه. المهم انا قاعده مستنياهم وهم ما جوش. خلاص. مضارع تام مستمر، الحدث مستمر حتى الان. مثلا اقول لك ايه I have، او مثلا اي حاجه she، خليها ماشي، خليها مثلا نقول ايه she has been talking for 2 hours. I wish مثلا she stops، اتمنى لو she stopped هي ايه؟ ها وقفت. البت دي عماله تتكلم بقى لها ساعتين 2، اتمنى لو هي توقف. معنى كده ان الحدث ماله مستمر. خلاص كده معايا؟ اهم نقطه الحته دي يا شباب مهمه جدا جدا جدا، هامه، ان اللي بيجي مع تعداد الاشياء
هو المضارع التام فقط، المضارع التام فقط. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا يقول لك I نقط 3 cups of tea مثلا. يا عم بلاش 3، نقول 10، نقول 11، نقول اي عدد، ويجي يقول لك تعالى يا باشا have drunk ولا have been drinking مثلا. في كمان ساعات جمله زيها برضو يقول لك ايه، انا كتبت مش عارف 10 جوابات، انا استلمت 10 جوابات. يعني دلوقتي حتى انت لما بتتكلم بتقول انا شربت وخلاص، مش كنت بشرب 3 كوبايات شاي، شربت. يبقى في الحالات دي لما يجيب لي تعداد مرات الفعل يبقى لازم اجيب مضارع تام فقط وليس مضارع تام مستمر، اجيب هاف درانك. فهمتوها يا شباب؟ كده خلصنا يعتبر اليونت 1 بالاهم الحاجات المهمه اللي فيه. يونت 2 سهله خلاص كده معايا، بتتكلم على الماضي التام. وانا طبعا في حاجات كتير جدا يعني ملهاش لازمه، يعني هي كلها رغي كتير، بس الحاجات المهمه بس اللي هنأكد عليها الماضي التام اللي هو الباست بيرفكت اللي احنا قلنا يا جدعان بيتكون من هاد والتصريف الثالث للفعل، ودايما بيكون الحدث اللي حصل الاول في الجمله. حلو. طيب الماضي التام اللي بيجي مع القواعد التافهه اللي احنا عارفينها after as soon as، طبعا عمره يعني as soon as when because. طبعا وين انا مش عايزه احطها هنا لان وين لها 3000 قاعده، فيعني بلاش نحطها هنا. ونفس الحوار بيكوز، بس زي ما انا هقول لك تاني حط عشان بيكوز ده اهي. شوف الجمله مضارع هات مضارع تام، شوف الجمله ماضي هات ماضي تام. فاهمين يا شباب؟ خلاص. طيب احنا اهم حاجه هي اللي عندك بيجي لك كتير اللي هي افتر واس سون از. مالها يا عم افتر؟ خلاص كده معايا. افتر بيجي وراها ماضي تام اللي هو هاد والتصريف التالت للفعل، ماشي كده معايا، والناحيه الثانيه ماضي بسيط، ماشي يا سيدي. طب يا الله افتر لوحدها، افتر كده لوحدها وجه وراها نقط على طول، نقط على طول، اي حاجه يجي وراها نقط على طول. اي ان جي لو الكلام ماله يا شباب معلوم بينج، والتصريف الثالث لو الكلام ماله مجهول. نعرف منين مجهول ولا معلوم؟ من فاعل الجمله الايه الثانيه. طيب نيجي ادي افتر، حط بيفور العكس، اعكس القاعده. ماضي بسيط، وده ما تجيش خالص في امتحان. اقول لك ايه اللي هيجي دلوقتي، يعني الجمل الكتير اللي قابلتنا في حل الامتحانات بيفور ماضي بسيط وماضي تام، نفس الحوار بيفور طبعا وباي تايم الاثنين. طيب لو بيفور لوحدها نفس الحوار، بيفور لوحدها اي ان جي لو الكلام مبني للمعلوم، بينج والتصريف الثالث لو الكلام مبني للمجهول، زيها زي اون. ماشي كده معايا يا شباب؟ خلاص. طيب امال ايه بقى المهم؟ المهم انا عايزاك تاكد على الحاجات المهمه اللي هقول عليها الجايه ده اهي. having بصوا بقى، اول حاجه بيجي وراها التصريف الثالث للفعل لو الكلام معلوم، لو الكلام اكتف يعني. بين والتصريف الثالث لو الكلام مبني للمجهول، واتفقنا مجهول او معلوم هنعرفه برضو من فاعل الجمله الثانيه زي ما انا وريتك. طيب غير having ايه اللي مهم؟ having مهمه جدا، والجمله بتاع باي، وانا كنت عايزه اكتب لكم الاثنين ده هم وتركزوا عليهم قوي يا جدعان. خلاص. ان باي اهي خلاها باي زائد مده في الماضي، مده في الماضي، الناحية التانية نجيب ماضي تام، هاد والتصريف الثالث. طب بصوا دي بقى باي ومدة في المستقبل، باي ومدة في المستقبل، باي والمستقبل يبقى الناحية التانية يا عم الحاج على طول والهاف اللي هو اسمه مستقبل تام. خلاص. والهاف والتصريف الثالث للفعل. يبقى تاني يا شباب عشان بتيجي كتير خالص، قابلتني كتير في الامتحانات دي همه having. خلاص اكد عليها شويه. الحتت دي برضو اللي هي بتاعت معلوم ومجهول، يعني عمره ما هيجي يقول لك افتر بيجي وراها ماضي تام وبسيط، لا يجيبها لك في المعلوم والمجهول. خلاص. having التصريف الثالث للفعل لو كلام معلوم، بين والتصريف الثالث لو كلام مجهول. اهم حاجه ميز ما بين باي دي وباي دي، باي ومده في الماضي ماضي تام، باي ومده في المستقبل، والهاف والتصريف الثالث للفعل. طيب في بقى ايه كمان؟ في كذا قاعده كده بس عايزاك تاخد بالك منهم، اللي هي until اللي هي حتى او تل يجي قبلها ماضي بسيط منفي. يعني ازاي؟ يعني يجي قبلها didn't والفعل في المصدر لو الكلام معلوم. طب لو الكلام مجهول قال لك يجي قبلها wasn't والتصريف الثالث للفعل، wasn't او weren't والتصريف الثالث للفعل. طيب والناحيه الثانيه هاد والتصريف الثالث.
وساعات هنا بيجي لي حاجات معنى الرفض زي مثلا refused بدل خالص بدل didn't. يعني بصوا انا لو قلت لك ايه جمله زي دي كده the shopping نقط until I had gone وقال لك تعالى كده حل يا باشا didn't do وجاء قال لك wasn't done. طبعا انا عندي هنا until حتى يبقى لازم اجيب قبلها اشوف قبلها didn't والمصدر، او لو الكلام مجهول اجيب wasn't والتصريف التالي. التسوق مش هينزل يعمل نفسه، انا بمسك الكلمه الاولى وانزل على الفعل. التسوق هدوه هو اللي هيعمل، لا مش هيعمل نفسه، غلط يبقى wasn't done. في جمله كتير جدا بتيجي للعيال وثلاث ارباع العيال بيغلطوا فيها، يجي يقول لك he didn't go to school مثلا go to school حلو نقط he had been ill. ويقوم يقول لك تعالى يا عسل، يجي يقول لك مثلا since خلاص، ويجي يقول لك until. العيال ما بتفكرش، العيال ساعات ما تشوف didn't ده didn't اهي والناحيه التانيه had يبقى على طول هناخد until. هي until معناها ايه؟ حتى. وسنس من شويه خدناها معناها منذ او بايه او بايه سبب. هو ما راحش المدرسه بسبب ان هو كان مريض يبقى ناخد كلمه ايه؟ since. خلاص. في برضو حاجه مهمه خالص اللي هي wasn't until عشان المشكله بتيجي لك في التكمله، يعني فاهم؟ يكتب لك it نقط until يبقى انت لازم تقول it wasn't until. وفي حاجه اسمها it was only when ودي بتيجي كتير قوي قوي برضو في التكمله في التشوز. يجي يقول لك it was نقط when ويقول لك it was alone ولا only، هي اسمها it was only when. مالهم دول؟ زيهم زي after، يجي وراهم had والتصريف الثالث بس في النص رابط اسمه ذات وبعدين ماضي ايه يا جدع؟ ماضي بسيط. طيب المهم قوي no sooner برضو بيجي على اسئله كتير، يا ريت تحفظوا الحاجات دي يا شباب. يا ريت لو كل يوم مثلا هعمل لنفسي هذاكر الوحده الاولى مع مثلا مع وحدتين ولا وحده. كتاب المعاصر المراجعه النهائيه كان منزل حروف، يعني انا مثلا لو بالليل كده مثلا طول النهار اذاكر تاريخ اذاكر اي حاجه واجي اخر اليوم اذاكر مثلا وحده او صفحه كده وش وظهر من الجرامر مع حرفين ولا حاجه عشان بس تلحقوا نفسكم. يعني نو سونر لها رابط اسمه ذان. نو سونر تاني الرابط بتاعها اسمه يا شباب؟ ذان، ده الرابط ذان. حلو. طب ما في حاجه اسمها hardly وscarcely الرابط بتاعها اسمه ايه؟ when. مالهم يعني؟ اهم حاجه بقى هو حافظ ان انت حفظت نو سونر. الاسئله اللي قابلتنا كلها جايه على hardly. طيب يا راجل هي نو سونر هي هاردلي، نو سونر هي هاردلي. هنا زان وهنا الرابط بتاعها وين. طيب تيجي تعمل ازاي؟ نو سونر دي تتكتب ازاي يعني؟ ولا قال لك يا سيدي نو سونر اهي تتحط في الاول كسؤال كده على هيئه سؤال، واقول نو سونر ايه؟ هاد، واجيب وراها فاعل مثلا هاد هي او هاد شي او هاد وي. المهم هاد اهي هي زائد التصريف الثالث للفعل وبعدين الرابط زان. يعني اقول نو سونر هاد هي خلاص، او نو سونر did هي والفعل فين؟ في المصدر انفينيتيف، وحط الرابط في النص زان وبعدين ماضي ايه؟ ماضي بسيط. طيب واحنا بنحل بقى ما كانش يقابلنا نو سونر، يقابلنا هاردلي. طب ما هياها انا لو حطيت هنا مثلا هاردلي هقوم قايله ايه؟ هاردلي هذه والتصريف الثالث او هاردلي ديد هي بس باختلاف الرابط بتاعها هيبقى ايه يا جدعان؟ وين. خلاص ده كده احنا يعتبر خلصنا الماضي التام. بس في حاجة بقى عايزة اقول لكم عليها برضو نفس الحوار اللي هو تعداد الاشياء، نجيب ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا ماضي تام بس زي ما احنا قلنا زي المضارع التام بالظبط. المهم قوي بقى كمان المهم قوي اللي هي لو عارفه ان احنا قلنا دلوقتي وهي هتقابلنا في يونت 3 دلوقتي ان افتر. انا عايزاك تحفظ كده، احنا قلنا من شويه ان افتر حفظنا القاعده بتاعتها واسون از وين وبيفور والكلام ده ماضي بسيط ماضي تام ماضي بسيط وبيفور العكس وهكذا. طيب ما في قاعده ده اهي وكل ما بياخدش باله منها ودي هامه ودي اللي بتيجي يعني قابلتنا كتير جدا في الامتحانات. افتر بيفور by the time when اي رابط تحط اي رابط once the moment اي رابط يا عم مالهم يا الله بيجي وراهم. بص بقى عسل مضارع بسيط، المضارع البسيط اللي هي الهي والشي والات المفرد بياخد ايه؟ اس. يا اما نجيب هاز مضارع اهو مضارع بسيط او هاز اللي هو المضارع التام اللي هو البريزنت بيرفكت او مضارع تام اللي هو هاز والتصريف الثالث. طيب نيجي للاي والذي واليو والوي.
بيجي معاه الفعل فين؟ في المصدر او have. والناحية التانية يا اما will والمصدر يا اما going to. لا قاعدة going to الاتنين معناهم سوف. يبقى انا دلوقتي احنا كان عندنا after، عندنا before، عندنا مش عارف until. القواعد اللي احنا خدناها من شوية دي كنا حافظينها ماضي تام ماضي بسيط ماضي تام ماضي بسيط حتى نشغل عقلنا. هي التانية كانت ماضي تام. احنا اتفقنا لما الماضي بيحب الماضي يبقى ماضي تام، يبقى لازم الناحية التانية يكون ماضي بسيط. طب انت تيجي تحل ما تستعجلش عشان كتير بتيجي في الامتحان. هنا will مستقبل، يا اقرب حاجة للمستقبل ايه، ما تروحش تجيب له هنا ماضي، هات مضارع مثلا. يعني الجملة كتير يجي لك مثلا يقول لك after he نقط، بص بقى he will go home will go home. ويجي يقول للعيال تعالى حل يا عسل has finished وهاد. 3/4 العيال او لو حتى كلهم يوم يقولوا لي ايه افتر، مش محتاجه هاد فينيش. يا عم انت ازاي هاد ده ماضي تام وهنا ويل، يبقى تبقى هاز فينيش ده مضارع تام والناحيه الثانيه ويل. خلاص دي مهمه جدا. في بقى كده احنا خلصنا يونت 2. الجزء الثاني يمكن اكبر وحدتين زي ما احنا قلنا الاولى والثانيه. الجزء الثاني منه درجات التفضيل. اللي عايزاك تعرفه في درجات التفضيل اللي هي المقارنه. خلاص كده معايا درجات المقارنة أو التفضيل. بص يا باشا، الدرجة الأولى سهلة طول عمرنا عارفينها اللي هي as والصفة، سواء صفة قصيرة صفة طويلة، بس أهم حاجة بدون إيه بدون إضافات، ما تحطش أي إضافة. as والصفة وas، يا إما صو وبرضه والصفة وas. بس صو غالبا بتيجي في النفي. يعني في جمل وانت بتحلها بص تلاقي كاتب لي as طول as. حلو كده معايا. وكاتب لك لا واحنا بنحل في جملة يكتب لك صوت as ومثلا isn't الصوت as، ويقول لك ناخد انهي اللي فيها صوت، خد اللي فيها نفي عشان هي دايما بتيجي في النفي. وبرضه بتساوي كلمة the same مثلا height. يعني ايه the same height؟ نفس الايه نفس الطول او نفس الارتفاع. the same height as. ماشي. يبقى انا الدرجة الاولى دي سهلة، يعني as وas. ويوم ما يجيب لك سؤال مش هيجيب لك على as وas، يجيب لك the same height. واعرف ان كلمة طول بتيجي مع الانسان، تيجي مع الانسان. عشان في جملة قابلتنا كتير قوي برضو في الحل يجي يقول لك ايه علي is، ويقول للعيال نقط مش عارف ايه مثلا اي حاجة آية، ويقول له مثلا يا باشا تعالى as طول as آية as long as آية مش عارف as high. وقول للعيل حل. العيل يقول لي طب ما هي از والصفة نختار ايه؟ الاشخاص نجيب طول خلاص خلصت. او ما فيش طول هات ذا سيم هايت نفس الارتفاع خلاص. يبقى الدرجة الاولى از واز او سو واز. امال لو الدرجة الثانية، الدرجة الثانية مهمة شوية وفي شوية حاجات هنقولها مهمة خالص في يونت 2 دي، فركز معايا فيها شوية. الدرجة الثانية سهلة، بنفضل فيها شخص عن الآخر أو واحد عن اتنين، يعني شخصين. الدرجة الثانية بتتكلم عن شخصين. حلو كده معايا. طيب قال لك لها قاعدتين. طبعا قاعدة للصفات القصيرة، قال لك لو صفة قصيرة هنحط في آخرها اي ار وايه يا شباب وزان. وركز على حتة زان دي، زان ده اهي لازم يجي وراها اسم. أصل زان معناها من، يا إما يسبق الصفة القصيرة كلمة much a lot a bit a little even far rather. 7 حاجات دول. وتيجي الأساس عندي الصفة قصيرة اي ار قصيرة اهي اي ار وزان. او بقى ده اهي ودي اللي مهمه او قابلتنا كتير برضو عشان جديده، يعني ما كانتش بتيجي في الاسئله السنه اللي فاتت، ما كانتش بتيجي لسه. وتيجي بعدها صفه قصيره بدون اضافات وزان. حلو كده معايا. علي اسطول. خلاص كده معايا. علي طويل ولكن آية المفروض نقول آية أطول عشان يقبل ما فيش حاجة بعدها. احنا عشان نجيب طبعا العيال ساعة ما بتشوف تولر زي ما بياخدوها، فلا هي اسمها تولر بس أطول علشان ما فيش بعدها اسم تاني. خلاص. طيب دي بالنسبة لو كانت الصفة مالها، شايفين صفة قصيرة نفس الحوار قصيرة. أمال لو صفة طويلة وفي الدرجة التانية، قال لك لو صفة طويلة وفي الدرجة التانية يا عم نفس الحوار، بنجيب كلمة مورها أو لسه اللي هم الأساس بقى، ويجي بعدها صفة طويلة وكلمة زان. يبقى انت بقى ركز عشان خاطر كده. يبقى لس بتيجي فين؟ مع الصفات القصيرة وبتيجي مع الصفات الطويلة. امال مور لا، مور ما ينفعش تيجي مع الصفات القصيرة، تيجي مع الطويلة بس. فاهمين؟ يجي مثلا يضحك عليك يقول لك ايه علي از، يعمل لك كده نقط زان آية، ويقول لك حل يا باشا، يقول لك لسه طول ولا مور طول.
طبعا واحد يقول لها إيه ها لسه مور، هي مور دي عشان نجيبها لازم يجي بعدها صفة طويلة، وكلمة طول دي كلمة صغيرة، فما ينفعش دي تيجي مع الصفات القصيرة، هي لسه اللي بتيجي مع الصفات القصيرة. أو طبعا مور ولس ممكن يسبقهم السبع كلمات اللي هم فوق اللي هي إيه ها much a lot a bit a little even for إيه even for rather، ويجي بعدهم الصفة الطويلة وزان. حلو كده معايا. تعالى نيجي للتالتة، الدرجة التالتة عشان مهمة برضو. الدرجة التالتة يا شباب بنفضل فيها واحد عن all عن الكل. الدرجة التالتة أفضل فيها واحد عن الكل أهو، واحد عن all أو مثلا ever، بتلاقي فيها كلمة ever كتير يعني. خلاص واحد عن الكل مثلا. طيب ماشي. الدرجة التالتة نفس الحوار. لو صفة قصيرة، صفة قصيرة قالك بنجيب ذا والصفة القصيرة آخرها إيه السيتي، سهلة خالص. أمال لو صفة طويلة قالك يبقى حاجة اسمها ذا موست أو حاجة اسمها ذا إيه ها ذا ليست، والصفة الطويلة موست عن الأكثر وليست عن الإيه الأقل. وكده نبقى خلصنا الصفات. طيب إيه المهم بقى في الصفات؟ المهم في الصفات اللي هي الشواذ. شواذ القاعدة مهمة خالص. زي ما أقول لك يا باشا أنا عندي أول حاجة شواذ القاعدة. لازم نعرف أول حاجة إن كلمة جود دي في الدرجة الأولى. في الدرجة التانية قال لك يا عم ما تبقاش اسمها جودر، اسمها better than. والتالتة اسمها ذا إيه ها ذا best. طيب نيجي الفار اللي هي بعيد. في الدرجة التانية يا إما farther تتكتب بالإيه عادي خالص farther than، أو ممكن نكتبها باليو farther than، الاتنين صح ما فيش أي غلط فيهم. والتالتة تبقى ذا إيه ها ذا farthest، نفس الحوار مرة بالايه ومرة باليو. طب كلمة باد عشان ناس كتير ما بتاخدش بالها من كلمة باد الدرجة التانية ها worse than، والتالتة the worst. طيب ايه بقى اللي مهم؟ المهم ده اهي تأكد اللي عليها قوي قوي، او هديك عليها كذا سؤال دلوقتي. late ممكن تبقى بصوا بقى later بتي واحدة ماشي يا عم، ممكن تبقى later باتنين تي زان ماشي حلو، بس دي ما بيجيش بعدها زان يعني غالبا. دي معناها ايه بقى؟ اسمعوني. دي بتيجي بمعنى متأخر. حلو. دي بتيجي بمعناها الثاني، اللي بتيجي معنى الشخص الثاني يعني، او الشيء الثاني الذي تم ذكره. هقول تاني ليت لها درجتين اتنين، يا اما حاجه اسمها later بتي واحده معناها متاخر او التاني. طب والتالته منها؟ التالته منها ذا لاست او ذا latest، وبيجي وراهم تو المصدر. اقول لك مثلا the last one to come يعني تو المصدر. طب يا ابله بقى فهمين الحته دي عشان دي اللي مهمه. احنا قلنا ان دي مهمه ودي اللي هنأكد عليها هامه، يعني دي اللي هامه جدا. بص بقى افهمك في دي ايه. تعالى علي مثلا was مثلا وليكن اهي دي عايزه الاول اقول لك عليه the last to come او to arrive، يبقى the last جه بعدها to الايه والمصدر. طب تعالى الجمله دي بقى he came نقط he came نقط وسكت على كده. لو انا قلت لك هو جه ينفع اقول هو جه ايه ها later هو جه متاخر، وينفع اقول لك هو جه later الثاني يعني في الجمله دي. بس لو سكتنا كده تنفع الاثنين. ينفع اقول لك هو جه he came عشان بيجي كتير الاسئله دي في الامتحان he came later بتي واحده، وهي came برضو later باتنين تي معناها متاخر، يعني دي تنفع ودي تنفع. وتنفع late he came late هو جه متاخر. طب لو انا عملت لك كده he came نقط then مثلا آية، وجيت قلت لك تعالى بقى يا باشا لتر بتي واحدة بدبل تي، ما شوف دماغك شغالة ولا لا. هو جه هي لتر بتي واحدة معناها ايه؟ متأخر. هو جه متأخر عن مين؟ عن آية. ما ينفعش اقول هو جه السنة عن آية، حتى في التركيب غلط، يبقى لتر دي. طيب في بقى مهمة او ملحوظة مهمة اللي هي الكلمات ديت يا شباب. خلاص كده معايا كلمة والنون. والنون معناها معروف صح؟ طب كلمة والنون دي تعتبر صفة ايه؟ طويلة. قالك طالما صفة طويلة يبقى لو في الدرجة التانية نقوم نقول ايه؟ مور
او less ونجيب كلمة well known وزان، ده لو في الدرجة الهين التانية. طب تعالى ده لو صفة ايه طويلة، ده لو حسبناها صفة طويلة. طب لو في التالتة قال لك يبقى يا باشا the most او the least ويجي بعدها كلمة will ايه will known. امال بقى لو حسبناها، راجل قال لك طب ما احنا ممكن نحسبها صغيرة، ازاي يعني تبقى صفة قصيرة؟ يعني ازاي نخليها قصيرة؟ قال لك لو هتبقى قصيرة وفي الدرجة التانية يبقى هقوم قايلة ويل دي اللي هي اصلها جود، وجود كانت بيتر، هتبقى better known than. ولو في التالتة قصيرة برضو، لو في التالتة وقصيرة ويل اللي هي جود كانت better، وفي التالتة يبقى زي ايه the best known. يبقى انت وانت بتحل دلوقتي عندي كلمة well known لها كم طريقة؟ قال لك لها يا عم يا اما لو حسبناها صفة طويلة في الدرجة التانية تاني هتبقى more وبيتر اهي. لو في الدرجة التانية يبقى انا عندي كلمة more اهي، ده في التانية. لو طويلة تبقى well known وكلمة more ولس او كلمة better. طب لو في التالتة the most well known او the best. خلاص ده كده في درجات التفضيل. في حاجات مهمة قوي قوي في درجات التفضيل اللي هي دهيت وقابلتنا كتير في الامتحان بقى يا شباب، هامة جدا. احنا عندنا الدرجة التالتة حتى احنا كاتبينها اهي ذا والصفة اخرها اي اس تي صح. قال لك بص يا عسل، ممكن ان يتم حذف ذا، ممكن ان نحذف ايه ذا. امتى تحذف ذا؟ هامة بقى لو موجود ضمير ملكية، يعني موجود ماي، موجود هير، موجود هز. حلو، ضمير ملكية. ازاي يعني لو موجود ضمير ملكية؟ يعني انا مثلا هقول لك ايه، وليكن he is، بصوا he is my، بصوا بقى نقط friend، وانا عارفة ان انت عارف، ويجي يقول لك best ولا the best، ويجي يقول لك مثلا closest عشان بتيجي كتير برضو، ولا مثلا كلوز، ولا مش عارف كذا. احنا دلوقتي طالما موجود ضمير ملكية اهو يا جدعان، ضمير ملكية على طول استخدم الدرجة التالتة، اوعى تروح للأولى ولا التانية، التالتة. يبقى هو صديقي المقرب. الدرجة التالتة لو كلمة قصيرة بنحط للصفة آخرها اي اس ايه اي اس تي، يبقى بيست أو كلمة كلوزست فريند. طيب امتى كمان يا شباب نحذف ذا؟ قال لك بتحذف ذا لو موجود أبوستروف اس الملكية اهو 2، لو موجود أبوستروف اس الملكية. يعني ما اقول لك ايه he is عليز best، خلي بالك من الحته دي، فريند هو الصديق المقرب بتاع مين علي. طب تالت حاجه قال لك لو موجود عدد، يعني مثلا اقول لك ايه it is the first نقط بريدج مثلا، كوبري ده. ويجي يقول لك ايه يا باشا، تعالى يجي يقول لك big او biggest، يعني اهو biggest ولا the biggest. يبقى انا مجرد ان انا شفت ذا، طب ما انا لو شلت فيرست دي يبقى عندي ذا، طب ما ذا هي على طول اجيب biggest، ليه هكرر ذا biggest كم مره؟ خلاص. طيب بصوا بقى، نيجي لملحوظه مهمه كمان، ان احنا دايما نقول لك ايه الصفه، مثلا يعني مثلا اقول لك ايه a good boy صح، يعني الصفه دايما تيجي وبعد الصفه يجي الاسم الايه الموصوف. ركز بقى، قال لك الصفات اللي هتتكتب دي او الكلمات اللي هتتكتب دي، الكلمات دي تاتي الصفه بعدها وليس قبلها. ايه ده؟ يعني مثلا عندي كلمه somewhere اللي هي مكان ايه، مكان ما، someone شخص ما، somebody خلاص كده معايا، وهكذا. any شيل some حط any، اقول anywhere anyone، شيل any وحط every يبقى everywhere. يعني مثلا اقول لك ايه، بصوا I look for، انا ببحث عن I look for مثلا، بصوا somewhere quiet، انا بدور على مكان ما ايه هادئ. شايفين هي هادي دي الصفه، مش المفروض هادي كانت تيجي قبل somewhere، لا قال لك بالذات الكلمات ده هي يا جدعان يبقى somewhere تيجي الاول وquiet تيجي بعدها، الصفه تيجي بعدها.
خلاص كده معايا. بص يا شباب بقى اخر حته في يونت 2، انا عارفه ان انتم مليتم، هي يونت 2 هي اللي كبيره. خلاص كده معايا يونت 2 وواحد، يونت 1 و2 هم اكبر حاجه. خلصتهم يا باشا، يبقى انت كده عديت قناه السويس زي ما بيقولوا. بص بقى عندي اخر حته خالص في اليونت 2 ونبقى خلصناها، وبقيه الوحدات هتلاقيها سهله خالص. يعني مثلا يونت 3 هنشرحها على طول باذن الله، الحاجات المهمه بس، النقاط المهمه وكده. بص يا باشا في يونت 2 في حاجه اسمها صفات عاديه، هفهمك عن ايه صفات عاديه، وفي حاجه اسمها صفات قصوى. ايه الصفات العاديه يعني والصفات القصوى؟ الصفات العاديه يعني كلمه صغيره كده، حاجه عاديه. اجي اقول لك الواد ده طويل. المبنى ده مثلا وليكن بيج. خلاص. الواد ده مثلا angry يعني غضبان، محدش يقول لي جعان، ما تشيلونيش زي بقيه العيال. يبقى مثلا طول big angry مثلا غضبان. good الواد ده مثلا good، ها كويس، حلو كده معايا. دي صفات عاديه، انا كده مش ببالغ فين، مش ببالغ في الوصف يعني. طيب امال بقى لو انا جيت قلت لك ايه يا سيدي، بدل ما اقول لك المبنى ده بيج مثلا، وهنا اولد برضو، اولد يعني قديم، بدل ما اقول لك المبنى ده بيج ولا الواد ده هو بيج، قمت انا قلت لك ايه ده، الواد ده انورمس. يعني ايه انورمس؟ ها ضخم جدا. انجري يعني غضبان، جيت قلت لك ده انا فيريوس، كلمه فيريوس يعني غاضب ها جدا جدا. جود قلت لك الواد ده جود. واحد تاني قال لك ايه ده الواد اكسلنت يعني ايه؟ ها ممتاز. واحد بيقول لك اولد البيت ده قديم، واحد تاني قال لك البيت ده انشنت. يعني ايه انشنت؟ قديم جدا. وخلي بالك بيضحك عليك في السؤال، يقول لك يا عسل انشنت دي بتساوي اولد وفيري اولد، ولا مثلا يعني اولد بس، ولا فيري اولد بس، ولا ايه وبي؟ لا، ولا كلها على طول ايه وبي؟ لا، هي انشنت بتساوي كلمه فيري اولد فقط، هي بتساوي فيري اولد وليس اولد. ما لو كانت بتساوي اولد كنت حطيتها هنا. خلاص. طيب مالها بقى؟ افهم انا ايه يعني؟ ماشي، عرفنا دلوقتي قبل ان الصفات العاديه دي صفه كلمه صغنونه كده، والصفات القصوى ببالغ في الوصف. عايزه ايه برضو؟ قال لك من الصفات العاديه اللي هي دي يجي قبلها كلمه سو، يجي قبلها كلمه فيري، يجي قبلها كلمه تو، ممكن قوي يعني لو طلع فوق نجيب كلمه اكستريملي. خلاص كده معايا؟ ماشي. تعال نبص، يعني مثلا اقول لك so tall, very tall, too tall, too big. امال الصفات القصوى؟ قال لك الصفات القصوى كده بيجي قبلها كلمات قصوى زيها كده، زي ما احنا بنقول، زي كلمه completely. تحس ان الكلمه كبيره زي بتوعها كده، كلمه كبيره هات بعدها كلمه كبيره، كلمه صغنونه هات بعدها كلمه صغنونه. completely كلمه absolutely اللي كان عمك الليمبي بيقولها في الفيلم، absolutely كلمه incredibly. خلاص، دي الصفات العاديه والصفات القصوى. في كمان كلمات يأتي بعدها الصفة فقط، يأتي بعدها الصفة بدون أي إضافات. اوعى تحط للصفة مثلا كده كده الصفة ما بنضيفلهاش حاجة، بدون أي حاجة. خلاص كده معايا؟ بدون إضافات أهو يا باشا. إزاي يعني؟ يعني مثلا لما تلاقي كلمة smell، لما تلاقي كلمة feel، كلمة sound seem يبدو، مثلا كلمة taste، دايما يجي بعدهم الصفة عادي خالص. يعني مثلا يجي يقول لك ايه he feels، الراجل ده هو he feels، يقول لك تعالى sad ولا sadly، هي sad، اوعى تروح تجيب اي حاجة تانية غير كده. he seems happy. فاهمين كده معايا؟ يبقى بتيجي الصفة بدون اي اضافات بعدها. ماشي يا شباب؟ وهكذا. خلصنا احنا كده الحمد لله. يونت 2 كانت اكبر وحدة فيهم. يونت ندخل على ان شاء الله نيجي للوحدة الثالثة. سهلة خلاص كده معايا، كلها حفظ تقريبا قديمة. يعني الوحدة الثالثة بتتكلم على أشكال المستقبل. يونت 3 أهي بتتكلم على أشكال المستقبل، أشكال المستقبل. خلاص، اللي هي عندك أول حاجة يا عم ويل والمصدر اللي هو المستقبل البسيط، الفيوتشر العادي خالص. ويل والمصدر امتى نجيبها؟ قال لك لما تلاقي كلمة I think، وطبعا واللي من شروطها لازم يجي قبلها فاعل. فاهمين؟ عشان في ناس كتير جدا بتغلط. يعني واللي دي لازم من شروطها يجي قبلها فاعل، وهفهمك ازاي يجي قبلها فاعل. طبعا بنجيب واللي امتى؟ لما لا I think، I hope انا اتمنى، مش عارف I promise انا بوعدك، I am sure I don't know worry. خلاص don't know. واحد يقول لك انا مش عارف. كلمة predict اللي هي تنبأ. خلاص كده معايا؟ عندي كمان كلمة expect اللي هي يتوقع. عندي probably اللي هي ايه يا شباب؟ غالبا يجي قبلها will والفعل في المصدر، will وبعدها الفعل فين؟ في المصدر. حلو. بص بقى ايه السؤال اللي يجي مع دي؟ يوم يجيب لك سؤال كده يقول لك I hope
نقط اي حاجه، ويقول لك يا عسل ويل ترافل وتو ترافل. طبعا لين حلوين كلهم ساعه ما يشوفوا هوب اخبط على طول هوب ايه ده، يلا ويل والمصدر. عشان تجيب ويل ده في اي حته، عشان تجيب ويل لازم يبقى قبل ويل هنا قبل النقط هنا لازم يكون في فاعل، لازم يكون في سبجكت. مفيش فاعل، انا مانيش شايفه في فاعل عندي. قالك طالما مفيش فاعل يبقى في الحاله دي ناخد ايه؟ يبقى مفيش فاعل هنا، لازم هنا يكون في فاعل. مفيش فاعل يبقى مش هينفع ناخد ويل. امال ناخد ايه؟ تو المصدر، لان الهوب بيجي وراها تو المصدر، بروميس تو المصدر، وهكذا اكسبكت وبريدكت كل ده بيجي وراها تو المصدر بدون فاعل، بدون فاعل. خلاص. طبعا الخط العربي ما شاء الله جميل جدا يعني، بس يلا لا تعليق عشان ايه نحاول ننجزكم يعني. طيب يبقى هنا اشكال المستقبل ويل، think وهوب وبروميس وشور ودونت وري دونت نو بريدكت اكسبكت بروبابلي. تلاقي اي كلمه من دول اخبط ويل. حلو كده معايا؟ ماشي حلو قوي. طب ما لقيتش يبقى شوف الجمله اعمار قرار سريع اللي هي الكويك ديسيجن، عرض وطلب اللي هو الاوفر وريكويست، عرض وطلب، تهديد اما الاقي كلمه اور او بانش، وكمان تنبؤ بدون دليل. والصفة الشخصية ليست دليل، أو الصفة الشخصية ليست دليل. يعني الصفة الشخصية أنا ما أقول لك الواد ده ذكي كليفر، ده هو هيبقى دكتور، هو عشان هو كليفر يبقى لازم يطلع دكتور؟ مش شرط. يبقى الكليفر دي صفة شخصية في الإنسان، يبقى مش شرط. أهم حاجة برضو إن ويل يا جدعان في المبني الباسف بتاعها أو المبني المجهول بتاعها ويل بي والتصريف الثالث. يعني مثلا لو جملة بدأ بحاجة غير عاقل يبقى جيب وراها ويل بي والتصريف الثالث للفعل. يبقى المستقبل تاني عندي ويل والمصدر، خلاص عرفناه وده سهل قديم حلو يعني ما فيهوش أي صعوبة. طيب اللي زيه اللي هو المستقبل المستمر، نكتبها كده. المستقبل المستمر بيتكون من ايه؟ will be والفيرب فيه ing. وامتى نجيبه؟ ده سهل كده وصغنون وحلو. قال لك يا عم هاتوا ساعة ما تلاقي اي ساعة في المستقبل، اي وقت، ساعة ما تلاقي from من الساعة مثلا 9 والساعة 12 وليكن tomorrow، اي وقت، الساعة 5 بكرة، اي وقت هات مستقبل مستمر. خلاص كده معايا؟ طيب خدنا كمان غير المستقبل المستمر اللي هي going to، am و is و are زائد going to والفعل في المصدر. ماشي، مالها دي؟ قال لك دي سهل. ساعة ما تشوف كلمة watch out اللي هي احذر، watch out، look out، be careful، take care، اي حاجة معناها احذر، خلي بالك، خلي بالك من نفسك، be careful، take care، look out، watch out. لما تلاقي كلمة quick، لما تلاقي كلمة I know، خلي بالكوا كانت في will I don't know، لكن هنا I know يعني أنا عارف إن الحاجة دي تم. تالت حاجة لما ألاقي بلان خطة أو بيخطط، ماشي كده معايا؟ بلان خطة. عندي كلمة intend ينوي وجاي منها intention النية. كمان لما ألاقي كلمة decide يقرر جاي منها decision قرار. انتوا عارفين بقى ايه اللي بيساوي decide و decision، وهو عارف ان انتوا عارف الكلام ده. الكلمة ده make up mind. كلمة make up mind معناها يقرر. ساعات بيجيبها لك او يجيب لك كلمة ambition اللي هي طموح. المهم make up mind ساعة ما تشوفها يبقى على طول going to. طيب وكمان يا عم تنبؤ بدليل. خلاص. طيب خلصنا going to. عندك البريزنت continuous اللي هو زمن المضارع المستمر. المضارع المستمر طبعا بيتكون من am و is و are والفيرب فيه ing. انا بسميه هو صغير كده حاجه صغنونه. قالك يجي مع الترتيب لفتره قصيره. يعني ايه؟ يعني يا عم اي مناسبه وانا رتبت لها مناسبة أو عذر، مثلا أقول لك إيه، أنا مش يعني مثلا إيه، مش جاي النهاردة عشان I am celebrating مثلا my birthday ولا حاجة، هحتفل بعيد ميلادي، having party عامل حفلة. ما هي الحفلة محتاجة ترتيب بس ترتيب لمدة قصيرة. مثلا هزور حد visiting محتاجة ترتيب لفترة قصيرة. مثلا عندي meeting اجتماع، هاكل مع حد مثلا having dinner، كل دي ترتيبات لمدة صغيرة. أي مناسبة بقى يبقى أنت تقيس عليه إن لو قابلتك أي مناسبة ومحتاجة ترتيب حاجة بسيطة، الحفلة عايزة ترتيب، الزيارة عايزة ترتيب، خلاص يبقى نجيب مضارع مستمر. طيب المهمة فيها لما نلاقي كلمة traveling اللي هي الإيه السفر، ودايما بيجيب لك حاجة يبين لك إن الراجل ده هيسافر، يجيب لي التيكت التذكرة. حلو. وأهم حاجة بقى يا عم الحاج بريبير we arrange
prepare و arrange اللي هي يرتب او يجهز او يقولك arrangement. ايه الجملتين المهمين في الليله دي كلها؟ ايه هي الجملتين ده هم؟ وخلي بالك منهم. اول جمله هيقول لك watch out، وانا عارفه ان كلكم كده ايه اقار نقط. الجمله الثانيه بقى زيها بالظبط watch out اقار، نفس الحوار. طب يا أبلة بصي بقى دي سهلة مش محتاجة، انت قلتي ساعة ما نشوف كلمة watch out خلاص watch out going to. طب بص انا هعمل ايه بقى في الجملة الأولى وخلي بالك من دي watch out a car is coming. طب في الجملة التانية a car is going to hit you، هتخبطك يعني، فاهم؟ خلي بالك من الاتنين دول قوي قوي عشان بيجوا كتير في الامتحانات. العيال كلها ساعة ما تشوف كلمة watch out اهي هامة يا شباب، هامة جدا. العيال ساعة ما تشوف العربية watch out خلاص يبقى going to، احذر العربية يبقى is coming يبقى هي جاية. لكن هنا watch out a car العربية هتخبط، لسه هتخبطك، الموضوع طويل شوية، طالما الموضوع طويل شوية going to. لكن العربية جاية خلاص عليك على طول ما فيش وقت، يبقى هاتها مضارع ايه؟ مضارع مستمر. ماشي. عندي بعد كده اللي هو برضو المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل، واحنا قلنا طبعا المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل التقويم بتاعه قلنا ان اللي هي والشي والات، يعني المفرد بياخد ايه يا شباب؟ اس، وطبعا لو في السؤال بنسأل معاه بدز. الجمع اللي هو اي وذي ويو وي، كل ده بيجي معاه الفعل فين؟ في المصدر. ولو في السؤال بدو امتى تجيب؟ بس هي غالبا اس يعني، ركز على الاس قوي. بتيجي مع ايه؟ جدول المواعيد. انا دايما اقول للعيال بص يا حبيبي التايم تيبل جدول المواعيد، حط اس للفعل وريحني. يجي يقول لك البلين وعشان خاطر عشان جننتوني خلاص اللي لها ديل دي طياره، يقول لك الطياره هتطلع الساعه كذا، حط الفعل اس. الفيلم هيبدا الساعه كذا، الحصه الليسون هتبدا الساعه كذا، الترين، الماتش، اي جدول مواعيد حط للفعل اس. يعني مثلا اقول لك الترين ليفز هيغادر الساعة كذا، حط الفعل اس على طول. وطبعا خدنا المستقبل التام من شوية اللي انا قلت لك عليه will have والتصريف الثالث اهو، قلت لك will have والتصريف الثالث امتى نجيبها؟ قلت لك ساعة ما تشوف كلمة باي ومدة زمنية فين؟ في المستقبل. ساعة ما اشوف باي ومدة في المستقبل يبقى على طول اجيب الناحية التانية will have. وكده يونت 3 تكون خلصت على كده. طبعا دي سهله خالص بس عايزه تركيز ايه؟ عايزه تركيز شويه وحفظ، يعني معظمها حفظ، وعايز طبعا لما تيجي تحل الجمله تكون مركز شويه في الجمله اللي انت هتحل فيها. طيب لو جينا بقى ليونت ايه؟ ليونت 4. يونت 4 دي سهله مش صعبه ولا حاجه. يونت 4 بتتكلم على السجيشن، الاقتراح. الاقتراح بتاع العيال بتوع الابتدائي، يعني انا بعتبره ان هو حاجه تافهه يعني الحقيقه. الاقتراح اكتر حاجه how about what about how about what about، وبيجي وراهم الفيرب في ing. دي بتيجي؟ لا يا عم ما بتجيش. امال ايه اللي بتيجي؟ عايزك تحفظهم للاثنين ده هم زي اسمك صم. have you considered اهي consider، هو اساسا الفعل كونسيدر ده اساسا من الافعال اللي بيجي وراها الفيرب فيه اي ان جي. يعني انت شوف كونسيدر اخبط اي ان جي، كونسيدر واي ان جي. خلاص يا شباب يبقى كونسيدر من الافعال اللي بيجي وراها تاني الفيرب اخره اي ان جي. ماشي كده معايا؟ طيب وايه كمان؟ وده اهي يقول لك have you، نفس الحوار have you thought about، صوت about وبيجي وراها ان جي. انا دول اللي عايزاك تحفظهم، هم ده هم بس الاثنين دول عشان بيجوا كتير في الامتحان. يبقى انا واحنا بنحل دلوقتي قبلك consider اخبط ورا consider اي ان جي، consider اي ان جي. صوت about يبقى تاني consider، اما دي اسمها صوت about واي ان جي. طب يا عم ايه تاني اللي بيجي بقى؟ بص ركز معايا قوي في الحته دي عشان هام. ان عندي suggest وريكومند، مالهم الاثنين؟ سجست وريكومند قال لك سهله بيجي وراهم. بص يا باشا لو جه وراهم نقط على طول، يعني انت مثلا سجست جيت تحل لقيت وراها نقط على طول، ريكومند نقط على طول. قال لك طالما جاي وراهم نقط على طول اللي احنا عارفينها هنخبط وراها الفيرب في ايه؟ اي ان جي. طيب دي ما بتجيش كتير. ايه اللي بتيجي ده؟ اهي نركز عشان خاطر في دي ذات
وذات ساعات تتحط وساعات ما تتحطش. المهم انت لقيت سجست وريكومند وخليك ناصح كده وجه وراها فاعل، يعني ما جابليش انا عارف ان سجست وريكومند اي ان جي ذات وفاعل واخبط بعدها الفعل فين في المصدر. ما لقيتش المصدر قال لك جيب شود والمصدر. يبقى تاني يا شباب تاني او اهو او يبقى انا سجست وريكومند اي ان جي ما فيش اي ان جي يبقى هجيب ايه ذات وفاعل والفعل في المصدر او شود والفعل في المصدر. طبعا الاقتراح التاني لهبل كده بتاع العيال الصغيرين ليتس واخبط بعدها الفعل فين ها في المصدر. why don't we او why don't you why don't you او we وبرضه بيجي وراها الفعل فين ها infinitive في المصدر. why not والفعل في المصدر. الكلام ده كله تافه ما بيجيش كتير بس هي دي اللي مهمة قوي فتخلي بالك منها. ماشي يا شباب. يبقى الفعل suggest ها وريكومند اي ان جي يا اما ذات وفعل المصدر consider اي ان جي على طول. لكن انت عارف لو consider جه وراها هاو يعني جه وراها أداة استفهام يبقى هاو تو الفعل في المصدر على طول. تخيل بقى شوف الفرق ان consider بس اي ان جي. طب consider جه وراها أداة استفهام يبقى هاو تو الفعل فين ها في المصدر. يونت 4 كمان بتتكلم غير الاقتراح بتتكلم على حاجة اسمها الاوبليجيشن. الاوبليجيشن اللي هو الإجبار. خلاص كده معايا. الإجبار يا عم اللي هو طبعا بيتكلم على الإجبار في المضارع. لو أنا هتكلم على الإجبار في المضارع اللي عايزك تعرفه يعني إن المفرد أنا عندي حاجة اسمها has to وعندي حاجة اسمها have to. طبعا الهي والشو التي بتاخد has to I و they و we بتاخد have to. has to و have to اتفقنا ان هي بتيجي مع قوانين دولة. يعني تلاقي رولز كده قوانين غصب عن الشخص يعملها has to و have to الاتنين معناهم ايه يجب. واحد يقول لله طب ما احنا كنا واخدين must برضو معناها يجب بس must بتيجي مع الزام داخلي. يعني مثلا اقول لك ايه او يعني مثلا ما اقول لك you must come and visit me بتيجي مع الزياره تيجي مع الدعوه. فاهم كده معايا دي must. يبقى الاجبار في المضارع عندي حاجه اسمها has to have to بتيجي مع قوانين دوله. اما اقول لك يجب مثلا you have to مثلا use your passport at the airport لازم يكون معاك الباسبور في المطار. لكن must تيجي مع الدعوه. ده لو الكلام في المضارع. طب انا عايزه النفي بقى. تعالى يا عم الحاج ننفي has to have to دي تتنفي ازاي. قال لك النفي بتاعها سهل. فيه 3 حاجات كده لازم تحفظهم زي اسمكم خالص. عندي حاجة اسمها doesn't have to أو ساعات بتبقى doesn't need to مش هتفرق كتير. هي نفس الحوار هنا needs وهنا need. المهم doesn't have to وحاجة اسمها don't have to زيها بالظبط ها don't need to. وحاجة اسمها needing to ده هي الوحيدة عشان خاطري ما بتاخدش to. هو وانت بتحل يقعد يقول لك needing to وانت زي اللهبل تقوم واخد needing to. لا يبقى doesn't ها ودونت ودي اسمها ايه يا باشا ها مش عايزين حد يضحك علينا. needn't ما يجيش بعدها تو خالص. doesn't ودونت ونيدنت تحفظها كده. doesn't ودونت ونيدنت مالهم بيجي وراهم المصدر ماشي ها. وبعدين معناهم انا همني المعنى مش لازم مش ضروري مش محتاج. يعني ايه يعني قبل يعني براحتك اعمل الحاجة يا راجل او ما تعملهاش ما فيهاش غصبانية. يعني براحتك اعمل الحاجة او ما تعملهاش. اسمها doesn't have to don't have to needn't. بتعمل الحاجة او ما تعملهاش براحتك. امال الهين اللي ابدا يا باشا لا تعملها والكلام فين في المضارع. mustn't بتيجي مع القوانين معناها لا يجب ابدا ما ينفعش انت تعمل الحاجة دي عشان الحاجة دي محرمة. طب ازاي يعني مثلا جملة واقول لك ايه يا باشا you نقط get up early تصحى ايه ها بدري. it's a holiday النهارده يا باشا holiday النهارده اجازه. حلو. ويجي يقول لك تعالى mustn't ونيدنت خلينا السهله. طيب انت دلوقتي والدتك تيجي ايه اما تيجي تصحى انت من عسير ربنا يجبرك يعني وتصحى بدري والدتك تقول لك ايه انت ابدا لا يجب لا يجب مع القوانين مع الحاجات الشديده الخطيره. انت لا يجب ان تصحى بدري النهارده اجازه ولا بتقول لك يا حبيبي مش لازم تصحى مش ضروري تصحى بدري عشان النهارده اجازه. يبقى needn't. يبقى الاجبار في المضارع has to have to ودي قوانين دوله must دعوه او زياره. النفي بتاع المضارع doesn't و don't و needn't ما بتاخدش to ما بتاخدش to وmustn't نفس الحوار ما تاخدش to ولا must تاخد to عشان عارفه الاستهبال بتاعكم. حلو كده معايا. يبقى هنا هناخد ده الاجبار في المضارع. لكن لو الماضي بقى انا اللي يهمني الماضي برضو في حته مهمه قوي في الماضي. لو الضروره في الماضي او الاجبار في الماضي
قال لك الماضي في حاجة اسمها في الإثبات بياخد حاجة اسمها had to والفعل في المصدر، معناها اضطر إلى، يعني اضطر إلى أو كان يجب يعني. حلو. طيب النفي في الماضي، قال لك النفي في الماضي حاجتين اتنين ودول مهمين، حاجة اسمها didn't have to والفعل في المصدر، وحاجة اسمها needn't have والتصريف الثالث للفعل. طيب لما يقول الاتنين اميز ما بينهم ازاي؟ بصوا يا شباب عشان خاطر كده ركزوا في الحته دي قوي. didn't have to الواحد ما عملش الحاجه اساسا، يعني انا في didn't ما بكونش عملت الحاجه، ما عملتش الحاجه. طب في needn't عملت وبندم او ندمت يعني زي ما يقولوا. طب ازاي؟ جمله تجيلك كده يقول لك ايه؟ وانت بقى اللي تحدد. نقط out as معناها لأن I had a lot of أو I have، خليها عادي أي حاجة. I have دي have، لا دي مش have خالص ولا لا علاقة بيها. I have a lot of work to do. أنا عندي إيه؟ work to do يعني أعمله. وأقول لك didn't have to go ولا needn't have gone؟ انت اللي تقول. انا تعال نشوف عملت الحاجه ولا ما عملتهاش. انا طلعت بره على ايه؟ على انا ما طلعتش بره عشان انا عندي شغل كتير عايز اعمله، ولا انا طلعت بره عشان عندي شغل كتير؟ يبقى كده انا ما طلعتش. طالما الراجل جايب لك السبب اللي خلاه ما يطلعش يبقى هو ما عملش الحاجه، يبقى ناخد didn't have to ايه؟ to go out. فهمتوها كده معايا يا شباب؟ اهم اتنين برضو، وفي ناس كتير جدا بتتلخبط ما بينهم الاتنين دولت، اللي هي الالزام بس في الماضي. يعني مثلا عندي حاجه اسمها should have اللي هي زي ما بنقول اللوم بقى والعتاب. should have يا عيال معناها كان يجب، ودايما بتيجي مع الصفه الايجابيه. يعني فاهم؟ يقول لك البت دي وهي بتغسل وقعت 3 اطباق كسرته، ويقول لك شي نقط كيرفول اهي حريصه، صفه ايجابيه. طالما صفه ايجابيه يبقى should have كان يجب ان هي تكون حريصه، كان لازم تكون حريصه. فاهم؟ طيب shouldn't have والتصريف الثالث للفعل، خلاص عشان مهمة أوي في ناس كتير بتغلط فيها. shouldn't have والتصريف الثالث للفعل معناها كان لا يجب، ما كانش لازم، ودي بتيجي مع الصفة الايه؟ السلبية. يقول لك ما كانش لازم اتفرج على التلفزيون كتير، يا ريتني ما عملت كذا. بتيجي بليم يعني لوم او عتاب. خلاص كده معايا؟ ماشي يا شباب. وكده احنا خلصنا يونت 4. نيجي ليونت 5. يونت 5 دي أزمة الثانوية العامة زي ما بنقول يعني. يونت 5 فيها حروف جر كتير جدا. خلاص كده معايا؟ الحروف الجر ديت مشروحة كويس في كتاب المعاصر. هقول لكم صفحة كام في المراجعة النهائية عشان تذاكروها، يعني عشان مهمة قوي. هو ملخصها لان في كتب كتير زي كتاب جيم جايب مثلا حوالي 30 صفحة ويقول لك احفظ الحروف اللي فيها كل كلمة لها كذا حرف جر. خلاص. بس هي يونت 5 لها قسم تاني بيتكلم على الافعال اللي بيجي وراها تو المصدر، والافعال اللي بيجي وراها الجيراند. عندي يونت 5 بتتكلم على الافعال اللي بيجي وراها الجيراند، ودي مهمة قوي. احفظ بس الحتة ده، الافعال اللي بيجي وراها ing عشان مهمة. اول فعل اللي هو avoid يتجنب، يقابلك كتير قوي في الامتحانات. avoid. حلو كده معايا؟ في كمان worried about يجي وراها ing. حلو كده معايا؟ deny ينكر يجي وراها ing. admit يعترف. حلو. حاجة اسمها object to معناها يعترض على يجي وراها ing. عندي look forward to ويجي وراها ing. it's no use لا فائدة. وفكرتوني بيوز كده، هقول لكم على قاعدة use to دلوقتي. it's no use لا فائدة من. مهمة أوي الكلمة ده هي contribute to ing without ing. خلاص كده معايا؟ افعال كتير جدا جدا. عندي لايك بقى ولاف وهيت والافعال اللي هي بتاعت الحب والكراهه دي، بس انا اللي يهمني عشان هو مش هيجيب لك لايك ولاف في الامتحان يا باشا. avoid worried about deny admit object to look forward to it's no use. خلاص. كلمه fancy خلاص معناها يعني بتتقال كده في التعجب. المهم contribute to معناها يساهم فيه او يشارك فيه. without بدون. كل دول بيجوا وراهم ing. طيب عندي بقى حته مهمه او ستوب، وركز بقى. ستوب قالك بيجي وراها تو المصدر،
لو الواحد وقف عشان يعمل حاجة. طيب يعني انا ماشيه في طريق كده، وقفت عشان اسلم على حد زميلي، وقفت عشان اشتري ورد، وقفت اجيب عيش. واحد ماشي وقف عشان يعمل حاجه، واحد وقف مش ماشي والفلوس وقعت منه، وقف عشان يجيب الفلوس. طب ستوب اي ان جي، بطل يعمل الحاجه، فاهم؟ بطل يعملها. ممكن يكون بطلها مؤقتا او بطلها طول العمر. زي واحد بطل سجاير مثلا. واحد يقول لك لما المدرس دخل التلاميذ بطلت تعمل ضوضاء او دوشه، بطلوا يفعلوا الشيء. يبقى هنقول تاني ستوب معناها يبطل يفعل الشيء ده. خلاص، لو جه وراها اي ان جي. طب تعالى بقى الثلاث افعال دول هامين جدا يا شباب كده، خلي بالكم منهم عشان خاطري. الفعل forget معناه ينسى، الفعل regret اللي يندم، وعندي الفعل remember يتذكر. خلاص، مالهم الافعال دول؟ مهمين قوي 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 معنى الكلمه، يعني واحد منهم بيجي وغالبا regret. بص يا باشا، اللي هي معناها يندم، يجي بعدها تقول مصدر. قال لك لو الجمله مضارع او مستقبل. انت اقرا الجمله لقيت الجمله مضارع او مستقبل او الحاجه لسه ما اتعملتش، فاهم؟ جيب تقول مصدر. اي ان جي امتى تجيبها؟ قال لك لو الجمله مالها ماضي. يعني مثلا في جمله يقول لك ايه، I regret not to waste، ولا مثلا wasting my money. مثلا I need money now، انا بندم على ان انا ضيعت الفلوس بتاعي ولا لسه هضيع. خلاص الواحد ضيع الفلوس، يبقى الحدث تم خلاص. يبقى ريجريت والفيرب فيه ايه؟ اي ان جي. زيها بالظبط زي الفعل تراي. الفعل تراي ده هوت قال لك بيجي وراها تو والمصدر، معناها الواحد يحاول بجهد. يعني لو حاجه هتاخد معايا وقت، تراي تو الفعل في المصدر معناه يحاول بجهد. لو حاجه هتاخد معاك وقت شويه هتقول المصدر. لكن اي ان جي هنا معناها ايه؟ يجرب حاجه ما بتاخدش وقت. فاهمين كده معايا؟ حاجه ما بتاخدش وقت. يبقى انت كده نقرا الجمله لقيت الحاجه بتاخد وقت هتقول مصدر. تراي والفيرب فيه اي ان جي، حاجه سريعه زي ما احنا بنقول كده، هات اي ان جي وخلاص. اما اقول لك ايه، did you try eating مثلا فيش والجام، هل انت جربت تاكل سمك مع مربى؟ الموضوع سهل يعني، فاهم؟ بسرعه يعني. تراي والفيرب فيه اي ان جي. ركز في الحته دي. لايك لوحدها يجي وراها اي ان جي. طيب امال لو جات لي اي وود لايك، بص يا باشا، جات لك اي وود لايك، جات لك اي وود بريفير اللي هي يفضل. اي وود لايك وود بريفير يبقى تقول ايه؟ والمصدر. شايف بقى الاختلاف؟ يبقى لايك لوحدها اي ان جي، زيها زي بريفير برضو لوحدها اي ان جي. يبقى لايك لوحدها اي ان جي. اقول لك اي لايك بلاينج، اي بريفير بلاينج، يبقى لايك وبريفير اي ان جي. لكن لو حطيت قبلهم وود لايك تو المصدر، وود بريفير تو المصدر. حلو كده معايا؟ ماشي. طيب لكن رازر طبعا هنتفق ان رازر الواحده هي اللي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها بس في حاجه بقى بيجي وراها المصدر، بس في حاجه على بريفير دي. يقول لك اي بريفير، انا قلتها لكم اهي، بلاينج انا بحب اللعب، نقط كوكينج انا بحب اللعب، عايزه اقول لك عن الطبخ. طب وبعدين نجيب ايه هنا؟ قال لك عارف بتجيب هنا في النص رابط اسمه ايه؟ تو. يا الله ده ازاي؟ ده تو بيجي وراها المصدر؟ لا، هي بريفير لوحدها كده لها رابط اسمه تو. اي بريفير بلاينج انا بحب اللعب عن الطبيخ. حلو كده معايا؟ بما انكم بقى كده يعتبر يونت ايه؟ يونت 5 الحمد لله كده خلصت. بس طبعا حروف الجر اللي هي الموديل فيربس اللي هو بيتكلم عن ان كل فعل بيتغير لما انت تحط له. يعني مثلا عندي كلمه بريك، خلاص لو انا قلت لك كلمه بريك اوت، بريك بس فعل معناه يكسر، لو حطيت له اوت يبقى بريك اوت معناها ايه؟ ينتشر. طيب بريك داون، بريك داون يعني ايه؟ يتعطل. طيب لو حطيت مثلا بريك انتو، بريك انتو يعني ايه؟ يقتحم. تبص تلاقي الفعل ماله اتغير. يعني كانت بريك واحده بس، بريك واحده معناها يكسر. طب بريك اوت ينتشر، بريك داون يتعطل، بريك انتو يقتحم. الفعل ده مهم. برضو عندكم حاجه اسمها لوك اب، ماشي، معناها ينظر او يدور على كلمه في القاموس. يعني ماشي، ينظر او يدور على كلمه في القاموس. ماشي كده معايا؟ عندي لوك انتو، ده هي مهمه قوي 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 قوي، معناها يتحقق فيه. عندك look for يبحث ايه؟ يبحث عن. طب look at ينظر الى، ينظر.
خلاص. look after يعتني بيه. تحس ان الكلمه لما تحط لها حروف جر بيتغير معناها، وهي دي بقيت يونت ايه 5 يا شباب. بس طبعا الافعال دي لازم تحفظوها من الكتاب عشان مهمه جدا. خلاص. طيب اخر حاجه يونت 6، يونت 6 كده. بصوا بقى ان شاء الله كده يونت 6 او يونت 6 بتتكلم على حاجة اسمها الكوزيتيف. الكوزيتيف معناها السببية، وهي قاعدتين 2 هامين جدا ويحفظوهم كده صم زي أساميكم. هاف، ولو الكلام معلوم يعني زي ما احنا بنقول، أو فاعل جه بعدها فاعل، وغالبا الفاعل ده بيبقى عاقل، يعني هاف وعاقل جيب بعدها الفعل في المصدر يا باشا. طب هاف بس؟ قالك لا، هاف ومشتقاتها. يعني ايه هاف ومشتقات؟ ممكن ما تلاقيهاش هاف، ممكن تلاقيها هاز، ممكن تلاقيها هاد، ممكن تلاقيها هافينج، على حسب زمن الجمله. فاهمين كده معايا؟ يبقى انا عندي هاف وعاقل مصدر. طب هاف وغير ايه؟ وغير عاقل. هاف وغير عاقل يبقى نخبط بعدها تصريف تالت للفعل. طب نيجي لجت، نفس الحوار. جت بس كده، ولا ممكن تبقى جوت، ممكن تبقى جيت، ممكن تبقى جيتنج. جت وعاقل تقول ايه؟ تقول مصدر. شايفين الاختلاف؟ كانت هنا مصدر بس، هنا جت جبنا بعدها تقول مصدر. طب جت وغير عاقل، قال لك جت وغير عاقل جيب بعدها تصريف ثالث للايه؟ للفعل. ماشي يا شباب؟ يبقى تاني، هاف وعاقل مصدر، هاف وغير عاقل تصريف ثالث، جت وعاقل تقول مصدر، جت ومفعول، غير عاقل تصريف ثالث للفعل. طيب عندك الفعل لت اللي هو يسمح او يدع ويجي بعدها شخص. لت وميك او ميد وهلب، ماشي، مالهم دولت؟ ويجي بعدهم شخص يعني. قالك بيجي وراهم المصدر على طول. ماشي. ها، امال الفعل allow، والفعل force يعني يجبر، والlow يعني يسمح. permit، قالك دول كلهم يا باشا بيجي وراهم طول ايه؟ ها، طول مصدر. اخر حاجة stop، بيجي وراها يا اما ing مباشرة يا اما from. stop ing مباشرة يا اما from والفيرب فيه ing. يبقى انا تاني لت شخص، اقول لك let me play اسمح لي العب، let me والمصدر. مثلا he made me laugh هو خلاني اضحك، او help. بس make بقى، شوف make وراها شخص مصدر، لو جت make كده نضيفه. امال make بس الوحيده هي اللي بتختلف فيهم. يعني شوف بقى هنا allow كده كده وفورس وكده بيجي وراها طول مصدر، وميك وراها المصدر على طول. امال بقى لو جه قبل make جالك يا باشا اللي هو verb to be am is are was were، وجه بعدهم كلمة made، هيجي بعدها طول مصدر. تخيل بقى. يبقى شوف سهلة خالص اهي. يبقى لو ميك جت لوحدها كده هات بعدها المصدر. طب انت جيت تحل لقيت قبل ميت جايب لي ووز وير ام از ار، يبقى جيب بعدها طول مصدر. وكده يونت 6 الحمد لله خلصت. يبقى انت كده، يبقى احنا كده الحمد لله شرحنا الترم الاول كامل.